السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعونا ننسى أخطاء الماضي بقى ونفعل أخطاء جديدة. معلش لو إحنا عاملين mute يعني عشان يبقى الموضوع effective ونركز مع بعضنا يعني، وإن شاء الله لو فتحنا حتة الأسئلة أو الحديث نبقى نخلي حضراتكم تتكلموا براحتكم. فإحنا معانا الشات، إن شاء الله يكون إيه متاح معانا طول هي دردشة. كويس مفيش صوت. هي دردشة عشان نتكلم في شوية أمور كده، يعني إيه بتطلع لي دايما على السطح بحكم شغلي. فحبيت ان انا ايه في ساعة جمعة كده واحنا شادين الفيشة ندردش مع بعض، علشان يعني اللي عرفني وحضر لي حاجة قبل كده عارف الموضوع بيكون عنيف، فاحنا النهارده حابين ما يكونش ان هو موضوع عنيف. فخلونا كده يعني ايه سبب وجودنا النهارده. هي دردشة حوالين بعض الامور اللي تقريبا هي بتشكل مشاكل العصر الحالي. وانا دايما بحب احترم التخصص، فما بحبش اتكلم بره اطار انا لا افقه فيه شيء، وما بحبش اتكلم برضو بره اطار لمجرد اني عارف في معلومة. ولكن انا بحب دايما يعني ايه اتنحى كده واسيب الساحة لكل واحد ربنا كرم او من عليه بتواجد في حتة معينة. طب خلونا نقبل عشان في ناس مصريين كتير برضو احنا بنظلمهم معانا. تمام. احمد، محمد، اسلام، كده كويس أوي. فدايما بحب ان انا ادي لكل واحد حتته، حتى لو انا يعني ربنا كرمنا بشويه معلومات في حاجه ما بيكونش غرضها ان احنا نبيعها للناس او نتكلم فيها، ولكن بيكون للتزكيه الشخصيه، يعني الواحد يتعلم لنفسه، ليسري معلوماته ويسري ثقافته ويسري عقليته. ولكن على النقيض انا دايما بحب استغل كل ما اوتيت من معلومه في انها تدر عليا بشكل او باخر في صميم ما اتخصص. تمام يا حاجه جابر، اتفضلي طبعا تنورينا، ولو بعتي هقبله. احنا بس عشان نركز في الكلام كل شويه حد. طيب نقبل ده كمان، كويس قوي كده. الدار الهندسيه، اوكي. ايوه، بس كده. تمام. وعلشان كده واحدة من الحاجات اللي دايما بحب ان انا امنشنها، انك لو توسمت فيا خير في حاجة ما لمجرد ان انا اتكلمت فيها في حاجة او شفتني بشرح بيها حاجة فتسألني، فبلاقي نفسي بوجهك للشخص المتخصص اللي احنا اتعلمنا منه الحاجة دي. علشان كده انا بقالي فترة طويلة من حوالي تقريبا 7 8 شهور النيوز فيد بتاعت دماغي مفيش فيها غير فكره المايند سيت، فكره العقليه. ويمكن اللي حضر لي حاجات كتير عارف ان انا دايما بقعد اصدعكم بالكونسبتس دي، لانه دايما انا مؤمن بحاجه. الفكره خالص مش في المعلومه، يعني فكره المعلومه ابستراكتد كده او مجرده هي الحقيقه ملهاش لازمه قوي. وبرضه مؤمن انه فكره المهاره او السكيلز لما بتبقى موجوده من غير ما تستغل بتبقى معطله، فهي دي اكتيفيتد ملهاش لازمه برضه. ولكن لو اللي سايق بيعرف يسوق ومعاه المانوال بتاع السواقة دي، بقليل من المعلومات وطفيف من المهارات بينتج والمكنة بتطلع قماش. دايما بضرب مثال بالعربية والعجلة الصيني. لو حضرتك معاك عربية لامبرجيني موديل السنة فيها كل الفيتشرز والاي اي تولز والبنفيتس وكل حاجة في الدنيا، وحضرتك ما بتعرفش تسوق، هتبقى قاعد على التابلو وعلى الطارة مش فاهم حاجة. وعلى النقيض لو صديق ليك بيعرف يسوق عجل وموجود معاه عجلة متواضعة جدا، هيقدر ان هو يتحرك، لان اللي بيعرف بيسوق بيتعلم، قصدي بيمشي فهيوصل. وهنا مربط الفرس ان انا مش اشكاليتي خالص في كم المعلومات اللي عند حضرتك، لان مما لا شك فيه انا متاكد ان انت عندك معلومات جم. ولا برضو مشكلتي في السكيلز، لان ما شاء الله يعني طالما انت عايش فانت اكيد بتكتسب مهارات كتير وبتطبقها بشكل يومي. بس انا عندي دايما مشكله في اللي سايق.
في اللي ماسك الطاره وقاعد على الدركسيون بيكون شويه افتراضات، بيبقى عنده شويه بايسز او انحيازات، بيبقى عنده شويه مغالطات فكريه في حاجات كتيره قوي، بتبقى نابعه من قوالب مجتمعيه مثلا، بتبقى نابعه من اتقال علينا حاجه من زمان فاتوسمت. بيكون حاجات كتير ابعد ما يكون عن كنا احنا نفسنا. ايه علاقه الكلام ده بالتايتل او بالتوبيك اللي احنا جايين نتكلم فيه النهارده، وهو الكارير والبيزنس يعني، او الكارير والهويه؟ فخلينا قبل ما ندخل في الحاجات الكبيره المجعلصه دي اوضح لك بس كام حاجه. طيب شاهد معانا ومريم معانا برضو. الواحد اشتاق للاسامي المصريه العربيه يا جماعه، الواحد ده انا عمال اشوف حاجات غريبه. اللهم المستعان يعني. انا لسه افهم ده حصل ازاي يعني، لازم افهم، مش هينفع نعديها كده يعني. بس نعديها لحد ما السيشن تخلص، وبعد كده يبقى نشوف الحاجات دي جت منين. فلاول مره لو انت بتشوفني، انا اسمي احمد عواره. في الاساس دكتور صيدلي، ودي من افضل حاجه ربنا من علينا بيها يعني، ان احنا عدينا على الطب. هو الحقيقه اداني 3 حاجات مهمين جدا، او 3 مايند سيتس انا ممتن ليهم عمري كله. اول مايند سيت وهي مايند سيت الاكسبلوريشن والبحث والريسيرش. لانه اللي بيدرس طب مخه ما بيعرفش يوقف بحث، لانه دايما بيبقى مستفز بخلق ربنا سبحانه وتعالى للي في جسمنا والحاجات كتيره قوي. فبتلاقي انه لا مش هينفع نقف عند اللي الكتاب بيقوله. فهو الحقيقه اداني مايند سيت الاكسبلوريشن. المايند سيت التانيه اللي الطب او الدواء اداهولي، فكره الروت كوز والتشخيص. ان انت ما تتعاملش مع الحاجات باعراضها اللي بره، وده بيكون ضرب من ضروب السفاهه. ولكن الطب علمني ان انا اديك ديبر اكتر، وندخل في حته اعمق، نوصل للمشكله دي جت منين عشان نقدر نعالج صح. واخر حاجه وهي الليستنج او الاورجنايزيشن مايند سيت، عقليه الترتيب والخطوات الممنهجه. والصيدله الحقيقه من اكتر الحاجات اللي هي ادتني فيها الحته دي، وهي في صميم شغلي دلوقتي في التريننج يعني. فده كان الشق الاول من حياتي، لحد ما ربنا من علينا من اول اسبوعين 3 في الكليه، وعملنا بيفوت كده خفيف، وسلكنا سلك الليرنينج والديفلوبمنت. بدأناها بقى بالكارير ديفلوبمنت تريننج، لحد ما عدينا بقى بالسوفت سكيلز والكارير ديفلوبمنت والبيزنس سكيلز. والان احنا ربنا كرمنا وشغالين از بيرسونال براندنج استراتيجيست وكارير ديفلوبمنت كوتش. غرضي الوحيد ان انا اساعد سيادتك ان انت تبقى موجود في المجال اللي بتحبه وبتعرف تعمله وبتجيب منه فلوس حلال، علشان تبني هوية واضحة متسقة مع القيمة اللي حضرتك بتقدمها. ده شورت بريفلي خالص مين احنا وبنعمل ايه. اللي احنا بنعمله ده بندليفرت من خلال 4 حاجات اساسيه. اول حاجه من خلال تريننج بروجرامز، سواء لايف او ريكوردد اونلاين او اون سايت. من خلال كوتشنج جيرني وكونسلتيشن سيشن سيبريت. من خلال اي بوكس، كتب الكترونيه. واخيرا اونلاين ويبينار. دي بتكون شورت كات سولوشنز كده للحاجات اللي انت بتبقى بتدور فيها على حلول. ودايما دايما بقول انا مش ببيع كورسات، انا ببيع حلول مهنيه وتعليميه. طيب، قعدتنا النهارده غرضها الاول والاخير هو حاجه واحده، هقولها لك كمان شويه. بس دعني اشارك معاك شويه حاجات نقدر نسميها كده المشاكل او الجذور اللي دفعتني ان انا اعمل القعده النهارده او جلستنا النهارده. او هبه تبعنا ماشي. الحقيقه لو بصيت حواليك هتلاقي ان كلنا بندور ان احنا نشوف كارير مناسب لينا، نفتح بيزنس يجيب لنا فلوس، نعمل شراكات تكبر شغلنا، نتعلم مهارات نحولها لشغل. دايما وابدا هنفضل كلنا بندور على الاتجاهات دي او المحطات دي. ولكن الحقيقة انا وجدت انه كلنا بندور على حاجات قد تكون سراب في الاول، لان احنا بندور على قشور. لان قبل اي شيء محتاج كده اقعد اسال نفسي واقول: هو انا ليه عايز افتح شركة؟ طب انا ليه عايز اعمل براند؟ طب انا ليه عايزه ادخل كارير معين؟ ليه من السلسله من الليهات اللي قد لا تنتهي. ولكن الحقيقه
بسبب، ودي اول عامل بقى هتكلم عنه، بسبب تشتت العصر اللي احنا فيه، خلى الواحد ما بيعرفش يسأل اصلا، ما عندوش وقت يسأل، ما عندوش مساحة يسأل، ما عندوش طاقة يسأل، وبالتالي بيفضل يدور ويتوه على حاجات هو متخيل انه بيدور عليها، ولكن هو ما وقفش في مرة وسأل نفسه ليه. عشان كده بيفضل يدور. التشتت ده نتج عنه مشكلة تانية، كثرة المتاح. فبعد ما كنت بدور على مهارة، بقيت أشوف إن أنا عندي مهارات كتير، والمهارات الكتير دي دخلتني في بارادوكس جديدة، إني مش عارف آخد قرار لأني شايف إن أنا عندي أكتر من مهارة. يا ريت الموضوع بيقف هنا، بيكمل كمان لما بتشوف ناس بتتوسم فيهم خير إن هم عاملين حاجة أو واصلين لحاجة، وبتنجرف ورا الصورة الحلوة اللامعة، فتبدأ تؤله البني آدمين وتحطهم في حتة أكبر بكتير من كونهم بشر. فالثقة الزائدة والتوقعات العارضة قوي دي على بشر زيهم زيك محبط جدا. ليه؟ لأن أي كارير ups and downs، لأن أي بزنس ups and downs، لأن أي حاجة في الحياة مش بس لامعة، ومحدش بيشير خيبته الحقيقة. كله بيشير الحته السباركي والشايني واللي بتلمع، لكن انا عمري ما لقيت حد بيتكلم مثلا عن مشاكل البيزنس مثلا، او تحديات ان انت تكون رائد اعمال، او ايه الضرايب اللي بتدفعها لما تبقى راجل فريلانسر، او ايه التضحيات اللي بتدفعها لما تبقى مواطن. محدش بيتكلم خالص عن الحته دي، وكلنا بنجري ناحيه الحاجات الحلوه علشان نبني صوره ذهنيه لطيفه وجميله. دي مش الحقيقه. فالصوره بقى اللي فيها ده بتخلي حضرتك تشتري جزء صغير قوي من الصورة، فبتتوهم انه ايوه ده الملاذ الامن اللي انا بدور عليه. بس استنى بس، ما تتسرعش قوي، جاي تغير رأيك يعني. بس الحقيقة لو انت جيت بصيت للاربع حاجات دول، اللي هم التشتت وكثرة المتاح والنظرة الثاقبة قوي في التوقعات على الناس، دي كلها مش اسباب المشكلة. دي كلها اعراض لمشكلة اعمق بكتير، محدش فينا اصلا بياخد باله منها، ولكن دائما بندور على حلول التشتت، حلول عدم التسويف، حلول التركيز، حلول الانتاجيه، عارف انت كأنك بتعمل ايه؟ جيت على شجره، رحت قاصص الورق اللي فيها علشان تبقى احسن، فاتفاجئت ان انت بعد 3 4 شهور في موسم جديد هي نفس الشجره. قال لا، طب ما انا لا، انت ما دورتش في البذره من تحت خالص، هي نبته ايه؟ الارض اللي هي فيها دي بور ولا خصبه؟ السماد اللي انت حاطه ده مناسب ولا لا؟ المكان اصلا اللي انت زرعت فيه البذره دي صالح ولا لا؟ ولمده قد ايه؟ ما شفتش حاجه، انت رحت متعامل مع الورق ان هو المشكله. واحد عنده سخونيه، رحت مديله خافض حراره، بس هو اصلا واكل اكله مش كويسه، محتاج يعمل غسيل معده لما هيموت دلوقتي، فانت اديته خافض حراره رحت موته. ده اللي احنا بنتعامل فيه مع كل الاعراض المهنيه والتجاريه اللي هي الكارير والبيزنس يعني، ظنا مننا انه هو ده اللي بيحل، هو ده اللي هيوصلنا لحل المشكلة. انا النهارده بقى جاي اكلمك مش في الاعراض دي، جاي اكلمك في نشأة هذه الاعراض، علشان نبدأ نشوف هو المشكلة فين بجد. والمشكلة هنا مشكلة كل واحد بيسمع. يعني لما اقول المشكلة فين، فاحمد هيقول المشكلة بتاعتي فين، محمود بتاعتي فين، جمال مش المشكلة في المطلق، لان هو مفيش حاجة اسمها مشكلة البني ادمين، مفيش حاجة اسمها كده. فهي لما اسمع مشكلتي ابدا ادور على حل. في رايي يعني المتواضع ان كل الاعراض دي ناشئه من سبب اساسي عميق قوي 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 قوي، بنسميه كده ايه، احنا عايزين موضوع كده كل شويه يقوم عامل لنا بخ بخ هنتفصل. احنا عايزين نوقف. دعاء تعالي معانا، مصريه وعربيه جميله.
مش بعيده يعني. هيبقى عنده تروما من الاسامي. ماشي. طب انا عايز بقى ايه اوقف بصوا صح، انا همسح اللينك، بس انا برضه خايف امسح اللينك وافتح الادميشن الاقي حد جالي من النص، فانا طيب هنخليها كده، لان الموضوع الحقيقه فصيل قوي بتاع ان كل شويه حد اشوف. ماشي. ايه بقى سبب المشكله اللي احنا بنحكي فيها؟ آه هو الوعي. لو انت جيت بصيت لاكبر مشكلتين مجتمعيتين مقابلانا في العصر اللي احنا فيه، هتلاقي مشكلتين اتنين دايما على السطح: الطلاق والكارير شيفت. الطلاق فيما يخص العلاقات، والكارير شيفت فيما يخص الكارير والبزنس او الحياه المهنيه والحياه التجاريه. طب هو سبب ده ايه؟ يعني لو جينا حللنا كده، ليه الناس من كل 10 زيجات في 9 بيتطلقوا واحدة بتكمل؟ وليه من كل 9 ستارت اب واحدة بتنجح وتسعة بيقفلوا؟ وليه من كل واحد، يعني حسب دراسة من ماكنزي، يا رب ما اكونش فاكر الرقم غلط، من 3 4 سنين كانت بتقول لك ان اكتر من 78% من سكان العالم بيشتغلوا شغلانات ما درسوهاش. ايه اللي خلى ده يحصل؟ الحقيقة انه لو جيت بصيت على اتخاذ قرار مهني، او اتخاذ فتح بيزنس، او اتخاذ قرار ان انت تكمل مع شريك حياة اكبر فترة ممكنة، هتلاقي ان التلاتة دول بيأتوا الينا في اكتر وقت احنا مش مؤهلين ناخد فيهم قرار بالرعب ده. فتلاقي شاب مقطقط متواضع بسيط جدا غلبان عنده 17 18 سنة ومطلوب منه يلا هتخش كلية ايه؟ يا نهار ابيض. الراجل ده اخر قراراته كان بيقررها يجيب عصير مانجا ولا تفاح، ده كان اكتر حاجه ممكن ياخد فيها قرار ومرعب بالنسبه له، لانه لو خد مانجا هيفوت التفاح فهيزعل. ده كان قراره انه يلعب ماريو ولا يلعب جي تي اي، دي كانت قراراته في الحياه، الا ما رحم ربي ونظر يعني. بس انت لما بتشوف هو ايه اللي يخلي شاب عنده 17 سنه قادر يكون قرار مهني مرعب زي ده دلوقتي، وبالتالي بيدخل بالتنسيق، بيدخل بحماده ابن خالته، بيدخل نرمين قريبته، بيدخل ببابا بر والدين، بيدخل بضغط مجتمعي، بيدخل بكليات قمه، بيدخل بكل حاجه موجوده الا حاجه واحده: انا عايز ايه ويناسب السوق اللي انا فيه ولا لا. مفيش حد بيعمل كده الا من رحم ربي. الزواج، لان جعل الدور مع معروفه: اتولد، سنن، بيزحف، بيكبر، حضانة، ابتدائي، اعدادي، ثانوي، كلية، جيش، جواز، خلفة، موت. دورة حياة الدودة معروفة برضو، ما هي معروفة. ايه الجديد؟ لانه وجع للدور. البيزنس راح فتح شركة علشان التحرر من عبودية الوظيفة وجمال ريادة الأعمال. الله الله على الحاجات الجميلة دي. تعال بقى نبص للثلاث أمثلة الجمال دول: القرار بتاع الكلية والكارير، القرار بتاع الشغل والبزنس، القرار بتاع العلاقات والزواج. المشترك فيهم حاجة: هو أنا مين وعايز إيه. يعني الشاب اللي عنده 17 سنة، لو ادينا له سكور مسطرة كده يدي لنفسه رقم من 10 لوعيه بنفسه، هيكتب كام؟ يعني جرب انت كده تسأل نفسك السؤال ده دلوقتي: هو انا اعرف عن نفسي كام؟ حد يحب يشاركنا في الشات كده يقول لنا؟ اخبط رقم عادي يعني، عادي مش مشكلة. حلو جدا. دانيال جولمان، الاب الروحي للايموشنال انتليجنس او الذكاء العاطفي، كان بيقول في كتابه انه حاجه و60% من البني ادمين اللي بيقولوا على نفسهم هم سيلف اوير لا يتعدى من ال 2 ل 3% وعيهم بنفسهم. ده لو ان كان اصلا الرقم اللي انت قلته ده بيزد اون وعي. انا عايز افهمك حاجه: هو بيتكلم عن النسبه دي في الناس اللي بتقول عن نفسها عن بينه ان هم واعيين بنفسهم،
لما جه عمل لهم تجارب وحلل وعيهم بنفسهم باسسمنتس وتولز واسئله لا يتعدى رقم يضحك يعني. دي حاجه تخوف. بس ده ان دل على شيء يدل على اني، طب عايز اعرف بقى، طب تعالى على الشخص اللي بيتجوز. كارثته هنا مش كارثه فرديه، هي كارثه متعديه. ليه؟ لانه في الكارير ده انت لوحدك تخش كارير تلبس فيه براحتك، حر يا قشطه يعني، تمام، غير وعدل وبيفوت وشفت زي ما انت عايز، افتح شركه اقفلها. في الزواج انت رايح من واحد ما تعرفش انت مين وبتتجوز ليه، لواحده ما تعرفش هي مين بتتجوز ليه. فانتوا الاتنين تخشوا تحت بيت واحد مش عارفين انتوا مين ولا اتجوزتوا ليه. مش بنقف هنا بقى، بنروح جايبين واحده تالته او واحد رابع او واحد تالت، طفل مولود بيبي جميل كده ربنا كرمه وجه في وسطنا. فبقينا احنا ثلاثة عايشين في بيت واحد، أربع جدران، لا عارفين احنا مين ولا ايه اللي جابنا هنا ولا رايحين فين إن شاء الله. بالظبط كده يا أحمد باشا. دي كارثة. طب يعني، طب حتى أعرف يعني، طب إذا اعرفي لا، هنكتشف سوا. فتتفاجئ إن الشخص اللي كان بره مختلف تماما عن الشخص اللي كان جوه، مختلف تماما عن الشخص اللي هوب اتزرع ما بيننا فجأة كده، متعرفش جه امتى. فده بيكبر ويعيد نفس الكرة، مش بيتعايشوا، هم بيأكتوا از ان هم عايشين. المثال التالت، راح فتح شركة. طب انت تعرف ايه عن البيزنس؟ مش مهم، ما احنا كلنا فتحنا بيزنس وبنكسب والمعلمين في السوق، سوق النحاس وسوق وكله شغال يعني، جت عليا انا يعني. طيب، ما كل الناس تفتح ستارت ابس وبيكبروا وبينجحوا، شوف ده عمل ايه وبص ده صح صح. انت بتفتح بيزنس ليه؟ طب انت مين على الخريطة علشان تقول لنفسك انه انا من الاشخاص اللي يتناسب معايا فتح بيزنس؟ بالظبط كده يا احمد. عشان كده اول نقطة في الوعي ادراك اني لا اعي. انا قررت اقول انا مش واعي. انا حتى في البيزنس وانت سيد العارفين، في نوع من الكلاينتس اللي هو ما بيكونش عارف ان عنده مشكلة، بمجرد ما بتحط له كشاف ما بيعرفش ينام رغم انه كان من 3 دقايق شايف ان هو تمام. فنفس المشكلة، انا النهاردة مش كلاينت، انا بني ادم عايش كويس. انا عايش كويس، بدعي ان انا عايش كويس. بس اكشلي لو جيت بصيت، هو مين قال لك اصلا ان انت عايش؟ يعني عارف انت الكوميكس اللي كانت بتيجي على الفيس، جايز نكون بنلعب واحنا افتراضيين في الحاجات دي. فهي دي المشكله، انه الكلمه الساذجه بتاعت ونتعلم تربيه ليه، ما احنا كلنا اتربينا. ما هي الكارثه ان انا متخيل اني اتربيت. مش هتكلم عن نفسك، هتكلم عني انا. ما احنا كلنا اتعلمنا، مين قال لك ان احنا اتعلمنا؟ ما احنا كلنا بنفتح بيزنس، مين قال لك ان ده بيزنس؟ فالكارثه هنا انه ربط الاحداث بالنتيجه، فعمل كوريليشن منطقيه في مخه. بما ان اذا، بما ان ده طلع وقال انه ينفع، فده القاعده، لا، ده الاستثناء. فلما ترجع بقى للاحصائيات بتاعت ان من كل 10 زيجات واحده بتنجح، بس اللي بيبان لك اكتر اللي بينجح ولا اللي بيتطلق؟ طب من كل 10 ستارت ابس 9 بيقفلوا وواحده بتنجح. طب اللي بيبان لك اكتر الواحده اللي بتنجح ولا ال9 اللي بيقفلوا؟ طب اللي 73% من سكان العالم بيشتغلوا شغلانات ما اتعلموهاش. طب اللي بيظهر لك اكتر ال 73 ولا الغير؟ هتلاقي دايما ان الصورة مش كاملة. ايه بقى المسطرة اللي نقدر نحكي عليها احنا فين من القصة دي كلها؟ هي الوعي الذاتي او السيلف اويرنس. لما تعي بذاتك، مشكلة التشتت هتنهار. لان التشتت بيجي الواحد مش عارف البوصلة. رقم 2، كثرة المصادر. كثرة المصادر اللي بيقع فيها فريسة، اللي مش عارف هو جاي منين وواقف فين ورايح فين. رقم 3، النظرة اللامعة وان انا بأؤله البشر واحطهم في حتة اعلى منهم. الواعي وعنده وعي ذاتي
عارف ان احنا كلنا بني ادمين، فبيتقبل بشريته وبيعذر البشر اللي قدامه، لان هو عارف ان هم من تراب. بيعتريهم الضعف والزلل والتعب والمشقة والجهل وكل حاجة. فبيبقى رحيم بنفسه ورحيم باختياراته ورحيم باللي حواليه، فبيرتاح وبيريح. رحلة معرفة ذات رحلة داخلية صعبة عندي اللي أقول هنسمع جدا جدا. ده أنا الريفليكشنز دي كلها تفرق معانا لما نخلص حديثنا جمال باشا، واحنا نحب نسمع جدا منك يعني. فانا لما ابقى عندي وعي ذاتي، كل المشاكل اللي بتطلع على السطح دي هتبقى بالنسبه لي مش متشافه اصلا. بقى في خناقه تانية، خناقه بقى ايه؟ اللي جوه مش اللي بره. هتشوف اللي بره اصلا بحجمه. فحد يجي يقول لي ايوه طب يعني ايه، طب اعمل ايه يعني؟ حلو ده جميل، ايوه اعمل ايه؟ عشان تبقى عارف هتعمل ايه، محتاج تبص لنفسك بابعاد الثلاثيه المهمه جدا تبقى شايف. انت عندك بعد ذهني، دماغ، منتال، مايند سيت، افكار، ثوتس، لوجيك، منطق. هنا عندك قلب، هارت، ايموشنز، فيلينج، كيمستري، هرمونز، حاجات بحسها. عندك سول، روح، نفس، ذات، هي اللي موجودة عشان تدب فيك الحياة. التلاتة دول متعانين في قالب اسمه البودي، جسم، الاستراكشر الجميل الشيك اللي ربنا خلقنا بيه في احسن تقويم. لو جينا سألنا نفسنا كده، هو احنا على مسطرة التلات اعضاء دول فين؟ يعني اعرف عن مخي قد ايه؟ اعرف عن قلبي قد ايه؟ اعرف عن روحي قد ايه؟ اعرف عن جسمي قد ايه؟ عارف، قبل ما اكمل جه في بالي حاجة. كنت بقرأ دراسة كده من كام يوم، كنت بذاكر حاجة فوقعت قدامي. قال لك انه دايما وابدا في كل نهاية سنة بيبقى كل شركات العالم والكارير كوتشز والشركات العالميه في الكونسلتيشنز والناس اللي مهتميه بالريسيرش بيحطوا كده احصائيات للكاريرز اللي بتكمل في السنه اللي جايه. يعني دايما يقول لك ايه الترندنج سكيلز فور 2025، الترندنج سكيلز فور. فلقيت ان في حاجه بتقول جميله قوي في 2026 واحنا طالعين 4 اندستريز هيكبروا جدا، واي حد هيبقى بيشتغل فيهم هيكسب كويس. قال لك هيلث، ويلث، ريليشن شيب، بزنس. تاني، هيلث صحه، ويلث الصحه العامه اللي هو الويل بينج، بزنس ارقام وتجاره، ريليشن شيب علاقات. لو جيت بصيت في الاربعه دول هتلاقيهم مشترك فيهم ايه؟ سيلف اويرنس. هتلاقي مشترك فيهم الهارت اند مايند اند سول اللي انا لسه قايلك عليهم، قلب روح عقل. ليه؟ لانه مفيش حد في حياتنا هيطلع في يوم يقول لك انا مش عايز اخس، مش عايز اتخن. لا، محدش هيطلع يقول لك انا عايز اعيش مكسر. لا، منتال هيلث والبابليك مش عارف ايه والبوزيتيف سايكولوجي ومش عارف ايه. مفيش حد هيعوز يتجوز ويطلق، مفيش حد هيعوز يبيع ويشتري. فالاربعه دول، الله يفتح عليك يا جمال باشا، الاربعه دول دائما وابدا هنفضل عايزينهم. فالمشترك فيهم ايه؟ الوعي. انا فين على الاربعه دول؟ فكانوا زمان بقى كم باك للكلام عشان بس اثبت لك قد ايه ان مش كلمه وعي ذاتي دي كليشيه الله جميله سلام تحفه. لا مش تحفه، ده توجه، ده درايه، ده تزكيه، ده اتجاه، دي فلوس. فكره الوعي بدايه اي حاجه، الثروه والصحه والعلاقات والتجاره والكبر والنجاح بدايتها وعي. فقال لك ان 4 اندستريز بيكبروا ورايحين في السنين اللي جايه مبنيين على الوعي. فيبقى ازاي انا مش واعي؟ دي تبقى كارثه. فكانوا يعلمونا بقى علشان نقود الناس في مؤسسه او في تيم. لما كنا بنتعلم ليدرشيب كان يقول لك الاتش ام اس كود. عايز تؤثر اي حد اشتغل على الثلاث اضلاع دول، عقله وقلبه وروحه. انا النهارده مش جاي اتكلم على عايز تؤثر قلب حد، انا جاي اتكلم ازاي اؤثر نفسي. انا مين بقى؟ فهناخد القاعده دي ونعمل لنفسنا سيلف ليدرشيب، نقود ذاتنا. فنبقى عايزين نعرف نعمل ايه مع قلوبنا،
نعمل ايه مع عقولنا، نعمل ايه مع روحنا، عشان الجسم الجميل اللي في الاخر ده يبقى في بقى الويلث والهيلث والبيزنس والحاجات الجميله اللي احنا بنقول عليها دي. الناس اللي بتلخص دي ناس جميله، ربنا يبارك لكم. طيب، وبالتالي نعمل ايه عشان نعي بقى بنفسنا في الثلاث اضلاع اللي انت رميتهم لنا على طبعا بعد السيشن يا جماعه ديك ديب يعني، ابحث. اول حاجه عشان تفهمني هضرب لك مثال. ايام الصحابه راح لواحد لسيدنا عمر، او يا رب ما اكونش بدعي يعني عليه، فيا رب يكون انا فاكر صح. قال له انا عندي ذئبين بيتخانقوا دايما جوايا، في واحد بيخليني اعمل حاجات حلوه وواحد بيخليني اعمل حاجات شر وشريره. قال له مين يكسب؟ قال له اللي بتاكله اكتر. فكل ما انت بتاكل الذئب ده بتاع الخير اعمال خيريه وحاجات كويسه ولطف ورحمه، هيكبر ويتوحش وياكل التاني. وكل ما انت بتدي للتاني ده اعمال سيئه وبذيئه ومش عارف ايه فدايما اللي بتاكله بيكبر. بالظبط كده منال. فهتعمل بذره في ارض، هتزرعها ميه هتكبر، هتحط بذره في فول هتكتر. فدايما اللي بتزرعه وبترويه وبتحتفظ بيه وبترعاه بيكبر. عاوز تاكل مخك ايه بقى عشان يكبر بيه؟ هتاكله تيك اويز ليرنينج وريلز وشورتس، هيتعود على المونكي مايند وهيبقى تحفه اخره 30 ثانيه، ويدعي بجرأة الجهل انه يعلم، هو لا يفقه شيء. فمش هيبقى ليك طقطان تقعد تسمع لايف سيشن ساعه، يا لهوي ده بالنسبه لك يوم القيامه. وبالتالي اللي هتاكله اكتر هيكبر. فبقيت انا كعواره اعمل ايه بقى علشان لما لقيت نفسي دخلت في المصيده دي؟ بقيت كنت زمان اسمع البودكاست على مراحل. انت 4 ساعات مثلا، ساعة وانا مخلص شغلي، ساعة وانا في الطريق، ساعة وانا في العربية، ساعة وانا في الاوبر، ساعة وانا في مش عارف ايه. النهاردة بقيت بجبر نفسي افتح التابلت وامسك الورقة وقلم واقعد اسمع، والموبايل بعيد. وكل لما مخي يقول لي ها مش فكك، هقعد اسمع. ليه؟ عشان في هنا حصل عفن، حصل عفن. فانا حتى وانا واعي بيضحك عليا. لا يبقى ثواني بقى، ثواني، مش انا كنت بقطع البودكاست عشان اهدى بنفسي واتعلم؟ لا، انا بقى هبقى هجلد نفسي وانا بتعلم عشان اعيد بناء العضلة تاني لانها دمرت، وفي نفس الوقت رحيم لاني بتعلم. فهقعد البودكاست ب4 ساعات هسمعه على مرتين بدل 6، وابقى قاعد مش قادر، مش طايق نفسي، مش مهم. انا ببراكتس عضله جديده تم ضمورها، محتاج ارجعها تاني. فيجي يقول لك لايف ساعه، ما تجيش براحتك. فبقيت اعمل ايه بقى؟ وده قرار انا خدته من زمان، من قبل ما ربنا، من قبل حتى ما يطلع البرين روت والكويك ليرنينج والحاجات دي. خدت قرار انا مش هعمل مونتاج ولا ترانزيشن جميله في فيديوهاتي، هسيبها رتيبه وممله ودمها يلطش. طب ما ليه يا دكتور عواره؟ ده الترند بيعمل ربنا يوفق الترند ويوفقك معايا يا حبيبي، ربنا يصلح حالك، بره عني. انا مش هضرك واتسال على اللي انا عملته فيك، مش هقدر اعمل، مش هقدر اجاوبه. اقول له يا رب اصل انا كنت علشان ابيع فمشيت مع الترند فعملت له شورت ريلز خليته يدمن الدوبامين اللي بيطلع من الكويك وينز فحسب انا على المشاريع دي. لا مش موافق. ولو هعمل ريل هعمل معلومه كامله من غير مزيكا، من غير ترانزيشن، من غير هوك، من غير كل الحاجات الحمضانه الجميله اللي ليها فول ريسبكت. وبالتالي هنخلي الاسئله كلها في الاخر، في حد بيسال اسئله جميله، نقفل بس القصه ونجاوب على اسئلتكم في الاخر عشان بس الفلو ما يتقطعش يعني. فيجي عواره لا انا مش هعمل كده. فانا بمارس ده ليا وليك، انه تعالى ناكل مخنا هيلثي فود، هيلثي داتا، هيلثي انفورميشن، هيلثي هابتس، هيلثي باترن، هيلثي كل حاجه صحيه. نرجع بقى زمان بقى، فين المخ يا جماعه؟ فين المخ؟ فين الاداه
والعضو اللي غلب البشريه كلها ان هم يقفلوه انا رميته، لا مش هينفع. فاللي انت بتاكله لمخك هيكبر، اللي انت بتاكله لمخك كتير هيزيد. فدي اول حاجه، ان انا اوقف الحاجات التوكسيك بوعي، وازود الحاجات الحلوه بوعي حتى لو موجعه، واصطبر عليها. دي اول حاجه. الحاجه التانيه، الهارت. بتاكل قلبك ايه؟ سبحان الله يا هناء بقى، يعني ربنا الكريم يعني. انا نفسي بستعجب والله يا هناء، يعني لا اخفيك سرا. أنا ساعات بقعد كده بيني وبين نفسي وانا بتكلم يعني كده مع ربنا، والله وممكن تستغربوا ده يعني. هو انا ببيع ازاي؟ لا حاطط مزيكا، ولا حاطط كلمات مفتاحيه، ولا عامل اس اي او يعني مرعب، ولا بعمل ترانزيشن. هي الفيديوهات دي بتوصل ازاي؟ هو الفيوز دي بتيجي ازاي؟ نص مليون، ربع مليون، 150 الف، 15,000، وحتى اللي جايبه 100 فيو بتعمل كونفرجن. فانا ببقى مش عارف، بقعد اقول الحمد لله، رزق ربنا. اه بنجتهد وبنعمل كل اللي علينا، بس انا مش موافق على الممارسات دي، انا مش هعملها. مش متسقه معايا ليه؟ عشان ربنا كرمني بشويه وعي، فانا هريح. فسبحان الله. تنفع تطلع اغنيه. فانت بتاكل قلبك، بتديله ايه؟ اللي بيشرب ده بياخد ايه؟ بياخد لما تبص على الناس تقعد ولا الحق يلا بص العربيه الجامده دي، لا ما فيش كده. في ما شاء الله تبارك الله لا قوه الا بالله، ربنا يبارك له فيها ويحميها له ويرزقني. تروح الملائكه تقول لك ولك بالمثل. مين اللي بيدعي لك؟ ملائكه. مش انا ولا جمال ولا عوره ولا ملائكه. ولك بالمثل. قلبك ده بتديله ايه؟ ايه الامراض اللي سيطرت عليه خلتك بقى فيه بلور فيجن وانت مش شايف؟ وبالتالي اللي بتدخله هنا ده هو اللي بيتحكم في نظرتك لكل حاجه وترجمه الامور والحاجات اللي حواليك. دي على الناحيه القلبيه او الشعور. ايه كمان؟ بتعمل ايه مع الناس في تعاملاتك؟ عايز تشوف عطاء؟ خليك انت اكتر واحد بيعطي. عاوز تشوف رحمه؟ خليك انت اكتر واحد بيرحم. عاوز تشوف كرم؟ خليك انت اكتر واحد كريم. بس خلي بالك، الكرم والعطاء والحاجات الحلوه دي كلها اولا مع نفسك. انا ابقى رحيم مع نفسي قبل ما ارحم الناس. انا مش هعرف اصلا ادي الكلام ده. فيجي ربنا مع افضل من دب رجله على الارض يقول له ايه؟ وبرحمه من ولو كنت فظا غليظ القلب فبما رحمة من لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رحمة من عند له الأول، وبعد كده رحمة للعالمين بدأت من عنده. نعرف بقى نديها. فاللي يدوق ده يعرف يدي. رقم ثلاثة، هل بتعرف تسمي الايموشنز والفيلينج اللي بتلقى فجأة؟ يعني انت مثلا، ولا ندعي المثالية بس عشان ايه احنا جايين نقول وعي، فاحنا محتاجين نبقى شفافين شوية، عريانين شوية مع نفسنا. لما بتلاقي منافس مثلا نجح، باع، عمل حاجة انت كنت بتعرف تعملها او عايز تعملها، اول شعور بيلقى في قلبك بيبقى ايه؟ من غير ما نحور كتير، هحكي لك عني انا، ماليش دعوه بيك انت، ربنا يصلح حالك. انا هتكلم عن انا عندي مشاكل وكوارث بنشتغل عليها. انا النهارده لقيت واحد بيبيع خدمه براندنج، وبيبيع خدمه بيرسونال براند. عمل حاجه بهرتني يا ابن اللذينه. اول شعور هيلقى في قلبي ايه؟ انا مره غيرت، حسيت بغيره، وكانت اتضايقت. فليه؟ لقيت نفسي بقول ليه. اوبس، ثواني بقى، ثواني بقى. هي الليه دي موجهه لمين يا عواره بيه؟ الليه دي بتسال بيها مين يعني انت؟ رايح فين بقى عشان بس نبقى فاهمين رايح فين؟ فقعدت اتكلم بصوت عالي عن اللي انا الكارثه اللي حصلت دي. هو انت بتسال ليه انه حقق،
ولا ليه انه اجتهد اكتر، ولا ليه ان انت قصرت، ولا ليه انه ربنا اداله؟ في ثلاثة منهم قلة ادب وسوء ادب مع ربنا، وفي واحدة منهم هيلسي جدا ومحتاجة ان احنا نفكر فيها. اول ما قفشت نفسي عملت كده، رحت داعي له، الله يبارك له. هو اكيد عمل حاجة، او مش لازم يكون عمل حاجة، هو تقسيمة ربنا في رزقه كده، ربنا يصلح حاله، ربنا يصلح حاله، ربنا يصلح حاله، ربنا يبعده عني ويبارك له ويديله اكتر من هنا، وكل واحد له رزقه. الوهلة الأولى دي لو سبت الشعور ده يتوغل وبقى حقيقة، هتعيش بيه، ومش هتاخد بالك وانت بتحسد وبتغب وبتنم وبتدعي وبتسلب مش تاخد بالك، لأنه بقى باترن. هل ده أنا بعمله من كي جي 2؟ لا، لا طبعا. دي رحلة، وبأصلح وبأخطئ وبصدق وبكذب، لا، موجودين، احنا بشر. بس ما استطعت، افتكر ان هي مش واحد زي واحد بيساوي اتنين. اهدى كده، فتتفاجئ الا من اتى الله بقلب سليم. الخلاصه نقطه، عارف انت اللي هو خلصنا كل ده نقطه، اقفل يا باشا بقلب. ما قالش بقى الا من اتى بفلوس كتير حلال وداها في حته حلوه، ده جميل. ما قالش 50 حجه وعمره، ده تحفه. ما قالش ده وضعه ايه. فلما تقعد بقى ايه تلمع على قد ما تقدر، هتبقى عارف تشوف الرؤية صح. بقى الموضوع فيه بصيرة، عارف. من ضمن الآيات الغريبة قوي، لهم قلوب يعقلون بها. الله، هو العقل ده فوق ولا تحت؟ هي قلوب يعقلون ويبصرون ازاي؟ يعني ايه اللي جاب ايه اللي جاب العقل والبصيرة في القلب؟ ما هو موجود في لا، ما هو ده لما بتبص بالنضارة دي وهي نظيفة بيبقى بصيرة، لكن اللي انت بتشوفه ده رؤية عين عادي. الطبيعي اللي هو كلنا بنشوف بالعين، اللي بيزكي نفسه وبيظبط قلبه وبيأكله حاجات إيجابية، بيبص بحاسة ثابتة حقيقة الأشياء. فيبقى بيبص لصاحبه المنافس اللي ربنا كرمه ده، يقول ربنا اللي كرمه فأكيد ربنا هيكرمني، مش ليه هو عمل ايه يعني. دي قلة أدب، ده سوء أدب مع ربنا. فحضرتك لما تبدأ تبص بالنظرة دي، هتجد ان الموضوع بقى في رحمة بنفسك وباللي حواليك وبالمنافسين وبالزمايل، كل الكلام اللي احنا بنقعد نجري فيه ده. فده الضلع رقم 2. فهارت ومايند، فاضل السول، الروح. بتأكل روحك ايه؟ امتى اخر مرة سمعت عن حاجة بتربطك بقوة اعظم بربنا سبحانه وتعالى؟ امتى اخر مرة تدبرت حاجة كده وقعت قدامك، حديث، آية، موقف، إبل، سمك، بحر، دبة، مطر، رعد، برق، اي حاجة؟ امتى حصل؟ وفي ده بس ما سبناش كده، لا، ده قال لك كمان ان في ده امتثال لامر الله، انك بتتدبر في تبصرون تعقلون اولي الالباب، اولي النهى. كم مرة ذكر فيها فكرة التدبر وانك تشوف وانك تسأل؟ احنا في مجتمعنا السؤال حرام. ايه ده؟ تسأل عيب؟ انت هتلحد ولا ايه؟ ولا احترم نفسك، ولا ده عيب، عيب غلط. طب وبعدين؟ ما هو مين هيجاوبنا؟ طيب يعني، طب لما هو حرام، اللي خلقنا بيقول لك اسأل، طب اصدق مين بقى؟ لا، اصدق مفيش كلام اصلا، مفيش كلام. فاحنا بنتخض من الاسئلة، فبس بتعدي. فامتى اخر مره اكلت الرادار الداخلي ده، البوصله اللي هي الروح دي، اديت لها ايه؟ بتسمعها ايه؟ بتسمعها عن ان احنا محتاجين لما نبص لربنا في الاحداث نفعل ال 99 اسم مره واحده، مش نعمل اكتيفيشن لاسم على مزاجنا وندي اكتيفيت اسم تاني. فحضرتك لما تيجي تبص ربنا بالنسبه لك رزاق، بالنسبه لك ان ربنا رزاق، لكن لما يدي لحد ربنا عدل، لا، طب ما هو العدل الرزاق عندي وعنده، ولا هو حلال ليا وحرام له؟ انا عايز شقه وفيلا وعربيه وبتاع، لو بسط الله رزق العباد لبغوا في الارض. مين قال لك ان الغنى يصلحك؟ مين قال لك ان الانتشار يصلحك؟ مين قال لك ان الشهره؟ مين قال لك ان المعرفه والفيراليتي؟ مين قال لك؟ فهو رزاق حكيم وعليم بالنفوس دي، هو اللي مقسمها صح، على رأي أرزاق مقسمها الخلاق. هي احترم ده، خلي روحك تحترم ده، إنه أنا عارف ومصدق
ومأكتف ال 99 اسم، انا مش هينفع اوقع واحد. فلا تفاجئ انه لما احكي لك حاجه بمناسبه الحته دي. من 4 ايام، يوم الاربع بالظبط، يوم الاربع، جبت وردي قرأته، جبت الكتاب قرأت وردي من الكتاب. انا في وردي كده متقسم 3 حاجات: قرآن، كتاب اسمه التعافي، باخد كود كده كل يوم يزقنا لليوم اللي بعده، حاجه حلوه كده عشان يعني ايه، فيها وعي برضه. وبعد كده كتاب خاص بالمرحله اللي فيها، بيزنس بقى، ماركتنج، بيرسونال براندنج، كونتنت، على حسب احنا بنعمل ايه. فالمهم، من ضمن الورد ده كان كتاب في البيزنس جروث. انا بقرا حاجه ليها علاقه بالكونفرجن ريتس والادز والانتشار وحاجات كده. فانا بقرا لقيت نفسي وقفت. انا عمال اسال نفسي لحد النهارده، هو ايه الجمله اللي وقفتني وايه اللي خلاني اعمل الحاجات اللي هحكي لك عليها دي؟ انا وربي ما اعرف. فانا قاعد قلت ايه، الورك شوبس بتاعتنا بقى لها فتره كده انا مقصر في حقها، عندي كذا بروجكتس وعندي كذا حاجه شغلاني، فمش عارف اعمل بروموشن ليها بشكل اكبر يعني. فقلت ايه، طب بقول لك ايه، ما تيجي نعمل بزنس ديفلوبمنت موديل كده جميل للورك شوبس، نخليها بشكل افضل تتباع بمجهود اقل. فانا وقفت كده، لقيت نفسي فتحت كانفا، دخلت على كانفا، كتبت معسكر من مهارتك لبزنس. انا اقسم لك بالله انا ما اعرف الجمله دي جت منين، ما اعرفش عملتها ليه، ما اعرفش الاناليسز والتحليل والدراسه دي كلها اتعملت في قد ايه، عشان بس انا لا ادعي بقى ان انا الحق ده انا عامل بلان من فكك، ده كله جعر، ده كلام غلط. فخدت الديزاين وبقيت واقف على حاطط كده الديزاين في الفيسبوك في نيوز فيد، والبوست فاضي عايز اكتب، اقول ايه؟ قمت كاتب اللي انا حاسه تجاه الاودينس اللي هم واحد منهم انا، ورحت كتبت اللي انت شفته في البوست بتاع الكامب بتاع من السكيل تو بيزنس ده. فقلت يا جماعه الحجز لمده يوم الخميس، احنا كنا يوم ايه، حد كان يوم الحد مش الاربع، فانت معاك 2 و3 و4 و5، 4 ايام. فقلت خلاص انا هوقف الكامبين بقى يوم الخميس، لان احنا عايزين 10 بس. انا منزل الاعلان يوم الحد الساعه 4، الساعه 7 كان اكتمل، رحنا فاتحين ويف 2. ايه علاقه ده باللي انا كنت بحكيه؟ وندعو يعني انه يبقى صادق، يعني ما يبقاش ادعاء. ده نتاج رحله كبيره قوي من اني ببص في ورقتي، وعايزك تركز علشان ده هيعمل لك كونفليكت في فكرك تجاهي. عارف الكلمه دي معناها ايه؟ وما تتفاجئش وما تتصدمش، يعني ان انا ما بقيتش ببص على منافسين، اقسم لك بالله بقيت ببص ان هم منتورز، معلمين بيعلموا، بتعلم منهم. اقل بير اعلى، التلاتة معلمين. انا لا اسمي اي شيء واي شخص انه كومباتيتور، لان الفكره دي لوحدها في مخي بتعمل لي بايس، تحيز. فرحت هنتعلم ايه من ميدو ده، هنتعلم ايه من فلانه، هنتعلم ايه من علاء، مصري اجنبي عربي بص ايا كان ماليش فيه بقى. فلما بصيت في ورقتي بيجي لك اشياء وارزاق انت لا تستحقها. فيبقى قدامك المنافس اللي انت بتقول عليه منافس ده مش فاهم هو انت عملت كده ازاي، وربنا منى، ده ربنا اللي عمل مش انا. لان قول لي جت منين الفكره، جت منين؟ انت قادر تفهم بس انا بقول ايه يعني؟ قادر تستوعب اللي انا بقوله ده وحاسه واصل لك؟ يا رب يكون واصل لك بالشكل اللي انا عايزه يوصل يعني. فعجبني قوي الحته دي، وده من زمان، ده مش النهارده بس. يعني كم من ورك شوب، وكم من سيرفيس، وكم من برودكت، وكم من كونسلت، وكم من بيس اوف وكم من حاجات بالهبل، وحي بتيجي كده تفهمش هي بتيجي، وايرنج بقى وميرجنج وربط حاجات بحاجات ما تفهمش بتيجي منين.
فلذة الوعي انك تبص في ورقتك وانت مأكتف ال 99 اسم بتوع ربنا، ومدخل مأكل مخك حاجات هيلثي، وبتأكل نفسيتك حاجات إيجابية، الباكج ده كلها على بعضها بتطلع إنسان متزن واعي. بالظبط، تربية النفس، ورد قرآن، الله يفتح عليك. طيب، يبقى احنا كده مخ، قلب، روح، جسم، الحته بقى الباكج الجميله اللي بره دي. بتاكل ايه بقى جسمك؟ البطن بقى تديها ايه؟ رياضه، صحه، تعافي، سعاده. من 8 شهور كنت بدرس حاجه اسمها Entrepreneurial Operating System، الاي او اس. ده موديل كده في الاداره عالمي قوي، ترندي هو دلوقتي في العالم بره يعني. فجالنا واحد جيست سبيكر كده، واحد من الناس اللي انا بحبهم جدا جدا، ربنا يبارك له يعني، دكتور عمرو. هو راجل متخصص في الويل بينج والنيوتريشن والفتنس والكلام الجميل ده. قعد يشرح عن البالانس والويل بينج لرائد الاعمال او المانجر او اللي عنده بيزنس يعني. انا قاعد بسمع. الكوتش بتاعه كان بياخد السيرتيفيكت، هو من كندا، قعد معاه سنتين ولا مش عارف سنه ونص، رقم يعني مده. الكوتش بتاعه اللي كان بيدرس له عنده 87 سنه. في البريك كان عمرو ده بيدور عليه، يلاقيه فين؟ ايه، في الجيم. الراجل جسمه وصحته ولياقته بصحتنا احنا ال 60 70 80 اللي بيسمعونا دلوقتي دول. ايه ده؟ اللهم بارك. شعر ابيض، وشه مجعد، جسمه يعني انت لو قطعت الحته دي هتبقى شايف ان ده جسم شاب مش راجل عجوز. فبيقول له انت ايه اللي مخليك كده على مدار يعني ازاي؟ بص الاجابه وبص تفاهتها وقارنا. يعني لما اقول الاجابه دي بص انت هتبص لها ازاي. يعني بص لما اقول لك التفاهه دي اجابه تافهه جدا، بص انت نظرتك ليه هتبقى عامله ازاي. قال له علشان انا ماشي بقانون اسمه حمش بقالي 30 40 سنه. قال له ايه حمش ده؟ حركه، ماء، شمس. قال له يا سلام، هو ده اللي انت بقى؟ قال له اه والله، از سمبل از ذس، ذات ست. حراره، حركه، ميه، شمس. قال له يعني ازاي؟ قال له انا اقوم من النوم الصبح بتحرك، حاجات سويدي، كارديو، مشي في الشقه، ميه اشرب لي ازازه ميه صغيره كده اللي هي ال 250 دي، وشمس افتح مصدر ضوء طبيعي، وابدا بقى اشوف انا هعمل ايه وبتاع. كان هو بيعبد مين بقى، بس هو دي اللايف ستايل اللي هو بيتكلم فيها. وابدا بقى اعمل ممارسات عباديه ومش عارف ايه، وابدا بقى اشوف هقرا ايه واشتغل ايه وانزل الشغل. 40 سنه من الديسيبلين والكوميتمنت والريسبونسبيلتي، انه يقوم كل يوم الصبح يتمشى حبه، يشرب ميه، يتعرض لشمس. ايه ده؟ هل ده سر انه يعمل النقله النوعيه دي؟ انا ما كنتش مصدق. انا وانا بسمع إيه التفاهه دي؟ لا، هو انا اللي تافه، انا اللي نظرتي للامور ركيكه وسطحيه. ادومها وان قل. هو ليه لازم تروح تجيب باقه من ابلكيشن ثمنها 3000 وتروح تجيب دمبل وبندل ليه كل ده؟ ليه يعني؟ ليه يعني؟ هيعمل ايه ده؟ هيوديك لفين؟ هيوديك لنظره مثاليه انت بس اللي شايفها، ملاش اي ثلاثه لازمه اصلا. تمام. فالجسم اللي احنا وانا اولكم يعني، انا اول المقصرين في حته الجسم والهيلث والفتنس والكلام الجميل ده، بس بنحاول. فلما تيجي تبص البيبي ستيبس دي، الخطوات البسيطه دي اللي قعد 40 50 سنه يعملها عشان توصلوا لده. طب ما تعمل ده اسبوع بس، اسبوع، اعمل ده اسبوع، هتوصل لفين؟ فكان دايما الصخره اللي جبت لها ماسوره ميه بتاع مطافي دي وضربتها فجاه مش تتكسر، مش يحصل لها حاجه، لكن هات صخره تحت حنفيه ميه بتنقط نقط قد كده لمده سنه هتتفلق نصين. قوه الاستمراريه والكوميوليتيف التراكمات. الله يفتح عليك يا عم. التراكم يعمل اكتر من كده، مش الوان شوت. انت بقى عايز البوش دي مره واحده، مفيش كده. سنه ربنا في خلقه التدرج، مفيش كده. يبقى الساعه اللي احنا بقالنا ساعه بنتكلم فيها دي كنا بنتكلم فيها في 3 حروف: HMS، هارت، مايند اند سول،
وفي الاخر عشان الاستراكشر الكبير ده يتكون. هات بقى الكلام ده ونختم بالحته اللي جايه دي، فيما اعلم وفيما اتخصص. احنا جايين نتكلم عن الكارير والبيزنس، بس ما ينفعش كارير وبيزنس من غير اللي انا قلته ده. ده البدايه، ده اللي جوه. هنطلع بقى بره. في سؤال يسبق سؤال محتاج تبقى عارفه. قبل ما حضرتك تسأل وتقول انا هشتغل ايه، محتاج تجاوب على سؤال: انا هشتغل ليه؟ ده سؤال صعب، مش سهل، مش بسذاجة عشان اجيب فلوس، عشان ادخل الجنة، علشان اعمل عمرة. مش ده السؤال. دي كلها حاجات جميلة ربنا يكتبها لنا جميعا، بس مش ده السؤال. عشان تعرف تجاوب على السؤال اللي يخض ده، محتاج تمشي على 4 خطوات مهمين جدا، هقولهم لك واخد اسئلة من اللي موجودين في الشات واقول لك مع السلامة، طولنا عليك. اول خطوة تبقى عارف عن نفسك شوية حاجات، نقدر نختصرهم كده في 5 كلمات مثلا. اول كلمة، هنتكلم عن الكارير والبيزنس، فخلي بالك بالله عليك عشان ما تسرحش بيا بس، او ما تسرحش مني بس. هما يندرجوا على فكره على اي اتجاه، يعني لو في ريليشن شيب، في العلاقات، في كل، هتمشي على نفس المنوال بس هتغير المسميات يعني. اول حاجه، بالظبط، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. آه، بالظبط، الله يفتح عليك، دي ضد الفطره. اول حاجه، اهتماماتي الوظيفيه او اهتماماتي المهنيه. انا احب اشتغل في ايه؟ حب مش قدره. ما تقوليش انا مش بعرف اطير. هل انت تحب تبقى طيار؟ نقطة. من غض النظر عن اي تفعيص في الامور، مش بنتكلم هنا عن الابيليتي، بنتكلم هنا على اللايك والديسلايك. انا احب ولا ما احبش؟ الكارير انترست، اهتماماتي الوظيفية او اهتماماتي المهنية. اقعد كده اسال نفسك ايه الحاجات اللي انا احب اشتغل فيها، واسرع. عارف انت بقى، طلع الحالم اللي جواك، اطلق العنان يا باشا، اكتب 50 حاجة. رقم 2، قيمي المهنية، ماي كارير فاليوز، قيم المهنية الحالية. أنا دلوقتي عاوز أحقق إيه بالكارير بتاعي ده؟ واكتب: ترقية، خبرة، سفر، هجرة، انتشار، توسع، اكسبيرينس، فلوس، مرتب، تقدير، بعد. اكتب براحتك. رقم 3، ايه المهارات اللي استمتع وانا بعملها؟ عارف انت كده تقعد تعمل حاجه ما تحسش بالوقت، بتكتب، بتريسيرش، بتدي تريننج، بتعمل كوتشنج، بترسم، بتلون، ايا كان بتعمل ايه، بتدهن، كروشيه، حاجات هاند ميد. اكتب ايه المهارات اللي بكره اعملها كره العمى. عارف انت، ممكن اكون بعرف اعملها بس ما بحبش اعملها. واحد شغال جرافيك ديزاينر في حته، وكل اخر شهر بيطلب منه ريبورت تسليمي بيتبعت على الايميل، بيتعمل بالاكسل وبتاع، وبيعرف يعملها. بس بص، بيفضل شايل هم كل شهر يوم 30 ده، يا رب ما يجيش، يا رب يبقى ايه، نخش في شهر جديد على طول. هو بيعرف بس ما بحبش. بنسمي الاتنين دول ايه بقى؟ موتيفيتنج سكيلز وبيرن اوت سكيلز. يعني مهارات تحمسك وانت بتشتغل، ومهارات تقسم وسطك تخليك تحترق وظيفيا. القيم يعني كارير فاليوز، الواي بتاعت المرحله. يعني احمد لما نقوله انت بتشتغل ليه النهارده، هيبقى غير عبير، غير عواره، غير ابتسام. المرحله دي من حياه جمال ومن حياه عواره، ايه الموتيف والبيج واي اللي بتشتغل عشان تاتشيفت؟ واحد بيدور على كارير دلوقتي في شركه علشان يتقدر معنويا، واحد تاني ماديا، واحد تالت صداقه، واحد رابع مدير يتعلم منه، واحد خامس بروموشن، واحد سادس يسافر بره مصر، واحد سابع يتقال له ربع ساعه. دي كلها اهداف. فدور، دور، جوجل ات، ما تسالش بقى، دور ايه الكارير انترست، ايه الكارير فاليوز، ايه، دور.
انا بديك بس الاوفر فيو يعني. طيب بعد الموتيفيتنج وبعد البيرن اوتس، ماي بيرسوناليتي، هو انا بيطمس عليا انهي نوع من البني ادمين؟ نيرة سألت سؤال جميل قوي، ما تعرفش ان هو في بيزنس اصلا مفتوح دلوقتي. بتقول ايه؟ هو ترتيب المنزل والتنظيف ينفع يتحط تحت بند مهارة وما بحسش بالوقت معاها وبحبها؟ سؤال بجد، وحاسه اجابته هتحل كل مشاكلي. انا مش هديكي اسم القناة ومش هديكي اسم البنت، انا عايزك انت تدوري عليها. في اتنين على يوتيوب وانستجرام وبينترست بيعملوا كونتنت بملايين المشاهدات. الكونتنت بتاعهم عبارة عن ايه؟ بيروقوا البيت. فجوجلت ودوري، بيعملوا بيزنس مرعب انت لا تتخيلي. عشان بس تبقي فاهمه اللي انت بتقوليه ده ما فاليد. طيب البرسوناليتي، انا مين في البني ادمين؟ وهنا بقى مين، مش اللي هو بقى إيه، انا بحب كذا وبكره كذا، انا انطوائي، انا انبساطي، دي عجوه. ده مش انا مين، ده كلام كده انت بتقوله عشان انت سمعته قبل كده. بس الاهم عندي من انك تعرف البرسوناليتي، وات از ات مين فور يو، ايه ترجمتها ليك؟ يعني ايه يعني انت طلع لك ان انت راجل بتحب الناس، ديفاين. يعني ايه بحب الناس؟ انا راجل انتروفيرت، ديفاين. يعني ايه انتروفيرت؟ انا راجل حالم، انا راجل ديسيجن ميكر، يعني ايه بالنسبه لك؟ عشان بس ايه، الحته دي مهمه. يس صح جدا يا جمال. واي اعمال فيها ملل او فيها بروسيس بدون انرجي واي تي بي بتخلي فيه افكار كريتيف تطلع بشكل انت ما تتخيلوش يعني. فكلامك صح جدا. يبقى البرسوناليتي، واعرف تعريفها ايه لنفسي، عشان بس الناس بتاخد الحته بشكل ركيك قوي. اخر حاجه بقى، ودي اللي انا كنت بقولك عليها، مش مهم بشتغل ايه، بشتغل ليه. بسميها اللايف بيربس. اللايف بيربس ده هو النورث ستار، نجمه الشمال اللي مش بنوصل لها بس بنمشي على هداها، انت مش هتحققها. بنسميها في السايكولوجي حاجه above self. بص فوق الانا. بص خلاص عملت، عايز تعمل فلوس وعاوز تعمل خلاص حلو كده، ايه بعدها بقى؟ لكن عايز تسيب اثر، ديفاين. يعني هتعمل ايه يعني لما يحصل ايه هتبقى انت كده سبت اثر. عايز اخلي الناس كلها تبقى جميله، ايوه يعني ايه؟ يعني لما يحصل ايه يبقوا جمال. فالنظره اللي هو ايه بقى، اكسباندد قوي دي مش كويسه، والنرور قوي ده اللي هو الضيق قوي ده برضه مش كويس. امال اعمل ايه؟ انا عاوز اساعد الشباب تشتغل حلال من مهاراتها التي تمتلكها. عاوز اساعد مليون شاب يشتغلوا حاجه بيحبوها بيعرفوا يعملوها. عاوز اساعد 1000 سيده تشتغل من بيتها وتحافظ على اولادها. عاوز اخلي الشباب تبقى منتجه اكتر في حياتها المهنيه. عايز اخلي الناس تشوف الستارت ابس بشكل واقعي، حاجه انت مش هتقدر تحققها بس بتمشي على هداها. اللي هو ايه، لما بتمشي كده لما تموت انا على المسلك، انا في الطريق ما وصلتش بس يعني مين هيكمل. بنسميها اللايف بيربس. فالخمسه دول تحت شمسيه وعيك بنفسك. يبقى لما اسال نفسي انا اهتماماتي الوظيفيه ايه، وقيمي المهنيه الحاليه ايه، والمهارات اللي بتخليني ابقى شغال وانا مبسوط، والمهارات اللي تخليني بشتغل وانا متضايق وكاره حياتي، ونوع شخصيتي، واللايف بيربس انا عايش ليه، حاجه اباف سيلف. ودي بقى بتقعد تستكشف فيها عمرك كله، مش اللي هو ايه خلصنا السيشن مع دكتور عواره نقعد نكتب بقى اللايف بيربس ستيتمنت. لا، دي اون جوينج بروسيس مرعبه. ممكن اصلا تعيش وتموت ما وصلتلاش، بس انت بتحاول توصل لها. يعني بتحاول تعرف هو انت هنا ليه، ايه ربنا جابك هنا تعمل ايه. هو ده اللايف بيربس. عشان بس الناس بتحطها في الكارير بيربس، انا عاوز اشتغل ليه. لا، اللايف ده اسبكت اكبر من الكارير. ده اول ضلع. شد خط وثواني